عاجل. عاد المعتصمون إلى أمام الحرس الجمهوري الآن. بعض الذين موجودين الآن يقولون نحن نتوجه الآن إلى الحرس الجمهوري وسنعتصم أمامه مرة أخرى. إذن هناك إصرار يعني عزيمة وإصرار. صحيح. ويقولون قسمنا لن تهزمنا يا سيسي وستحاكم قريبا بتهمة الخيانة العظمى. اليوم إن شاء الله سيكون ذلك. حزب النور يا أستاذ إبراهيم، حزب النور الذي انقلب على الشرعية وتحالف مع أعداء الشرعية، أعداء الشعب المصري. حزب النور هو لم ينقلب على الشرعية، ولكن خلينا أقول لك أنه خان الشرعية. خان الشرعية. يعني أنا كان مصطلحي مخفف. لا أنت مخفف. بالمناسبة يعني كل من خان الشرعية أعتقد أنه لا مجال له أن يعيش في وسط الشعب المصري. أنا كنت مع الشيخ صفوت حجازي الآن أو الدكتور صفوت حجازي. وجدنا أنه بالفعل لا حديث ولا مجال للتعامل مع هؤلاء الخونة البابا توادرس، الخونة البابا أو شيخ الأزهر، الخونة السيسي، الخونة البرادعي، الخونة تمرد المتمردين من العسكر، الخونة حزب النور، الخونة والطراطير الذين جاءوا اليوم على أسنة الدبابات وفوهة الدبابات. اللي جايين طراطير علشان وأبو الفتوح ما ممكن تحطه في للأسف الشديد. أبو الفتوح وغيره هؤلاء أنا لا أصفهم إلا بالقذارة، لأن هؤلاء قذرة لا ينبغي أن نتحدث عنهم. كيف غير وبدل أبو الفتوح؟ شوف لا أبو الفتوح ولا غيره، أنا بتكلم على الجميع. هؤلاء سيكتبوا في مزابل التاريخ. القذارة ليس لها مكان إلا الزبالة وإلى سلة المهملات. فسلة التاريخ، سلة المهملات في التاريخ ستأخذ هؤلاء إلى